بما ان اسعار البيت بقت حاجة ربنا يرحمنا منها، قررت بقى ان انا خلاص مش هقلي حاجة تاني بالبيت يعني، ونجرب بدايل تانية. انا كان عندي كده جزء من يعني كان عندي ارنوبة صغيرة كده في الفريزر، طلعتها وسلقتها مع بصل وجزر، واخدت حوالي 40 دقيقة كده، طبعا مع ملح وفلفل، وما اخدتش وقت كتير في السوا الحقيقة يعني. طبعا انا تجربتي مع الارانب مش بحبها، بس قلت هجربها بما انها كده كده كانت موجودة يعني. كان عندي بقى محشي من امبارح. هتلاقوا الوصفة بتاعته في الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول. الحقيقة انا بحب المحشي اكتر، الكرنب بالذات تاني يوم وهو متحمر بالزبدة، فانا حمرته بقى علشان بيبقى طعمه حلو قوي. جبت علبة كده وحطيت فيها بقسماط، وعلبة تانية حطيت فيها 3 معالق من الدقيق وعليهم ملح ورشة اي توابل بقى انتوا عايزين تحطوا كاري بيدي لون بقى اقوى واحسن. بدأت كده اقلبه. بدي يعني بندي الدقيق فرصة كده حوالي 5 دقايق علشان يبدأ يتفك كويس في المية ويبدأ يعمل لنا الكفر اللي احنا عايزينه. بيبقى حلو جدا على فكرة. وطعمه ما كانش فيه اختلاف بينه وبين البيض، بين الكفر بتاع البيض خالص تماما على فكرة، بالعكس كان طبعا كان امان طبعا انه ما فيهش ريحة زفارة. انا هبدأ كده احط كده من الكفر السائل ده. طبعا لو عايزين تعملوا دقيق الاول وبعدين السائل ده وبعدين البقسماط، او تركبوا دقيق تاني، طبعا انتوا حرين على حسب الطبقة اللي بتحبوها. دي طريقة ودي طريقة، بس انا سهلت يعني، قلت بدل ما افضل اعمل 3 طبقات انا هعمل كده. حطيتها بقى كده في البقسماط. هي كده كانت اخدت كفر خلاص وبقت كويسة جدا، والكفر ثبت على فكرة من اول مرة. لكن انا قلت لا، انا هعملها دبل كفر عشان تبقى كريسبي اكتر. شلتها تاني وحطيتها في الدقيق السائل ده معانا، في المادة السائلة دي كده خلاص بدلت البيض. وجربوها مع البفتيك، مع البانيه، مع اي حاجة عايزين تقلوها او تحمروها يعني، هتبقى حلوة قوي مع صدور الفراخ مع الجمبري الكريسبي. خلاص هي الطريقة دي بقى مش يعني هنقلل استهلاكنا للبيت شوية يعني، هنوفره للأكل أحسن ما نعمل بيه كفرات. خلاص بصوا بقت حلوة جدا على فكرة، والكفر كان ثابت وما تفكش حتى وقت القلي. طبعا انا بحطه في القلاية كده، وكان عندي قطعتين ستريبس في الفريزر طلعتهم معاها لانها كانت الارنبة صغنونة. رشيت عليهم معلقة من الزيت وظبطتها على برنامج 200 درجة 200 درجة حرارة لمدة 20 دقيقة. ده كان برنامج الفراخ. انا بدأت على برنامج الفراخ 180 دقيقة، وبعدين زودتها على 200 علشان تتحمر معايا احلى يعني. ده خلاص كان اخدت وش، كانت حلوة قوي على فكرة، والكفر ثابت. وزي ما انتوا شايفين كده مفيش اي حاجة واقعة. الكور الصغيرة دي كانت قطعة موجودة في كيس الستريبس فحطيتها بدل ما تترمي يعني. وده كان شكله النهائي. الفراخ استوت، الستريبس استوى، والارنب اتحمر وبقى حلو جدا. شايفين مستوية حلوة قوي ازاي من جوه.